عامل راجل عجوز اللي هو لازم تعدي الشارع، لازم تسنده عشان يقعد، لازم تقعده تسنده، لازم يتسند في كل حاجه. ده الاهلي. ده الاهلي، ما بتكلمش كجمهور وكنادي. هو مفيش غير الجمهور لا هو الجمهور بيعمل كده. لا جمهور بره الموضوع. اسم النادي الاهلي بيعمل كده ولا الاشخاص اللي جوه ولا الناس اللي حواليه؟ الكوره ما بتمشيش غير كده يا عبد الرحمن في الاهلي. انا بقول لك اهو، ليه خصموا الستة بونت؟ ليه ما خصموش الست؟ مش هم قالوا 6 بونت؟ ما كده قالوا ازاي؟ واللجنه الاولمبيه قالت كام؟ صدقت على كلام الرابطه 6 بونت. ازاي انت بترجع في كلام؟ هات لي منطق يحصل بيه كده. بس انت قلت الجمله دي انت ما بتردش اهو. لا مش فكره ما بردش، انا مش محامي الاهلي انا. ماشي، لا رد عليا. بس لو انا قلت جمله الاهلي عامل راجل لازم السند والناس كلها عارفه. رغم الفيديو اللي فات انا دافعت عن مجدي عطوه قلت ان الزمالك كان حقه، ولكن برضه مجدي عطوه في كتير من جمهور الزمالك ما يعرفش مجدي عطوه. على فكره انا عارف مجدي عطوه كان ملقب ببركات ساعتها لما راح الزمالك كان لعيب كويس، ولكن الناس مش عارفاه، وهو عايز يرجع الساحه تاني. يرجع الساحه ازاي؟ يخبط في الاهلي. اما يخبط في الاهلي الجمهور التاني هيصب له وسقف. هو عايز يرجع الساحه كده، يقول لك الاهلي راجل عجوز، الناس بتستنده. احنا الناس بتستند، احنا نادي الدوله، احنا نكسب بالحكام، احنا بنعمل كل حاجه حرام. عايز ايه برضه؟ مش فاهم. احنا نادي الدوله، احنا عم صعدنا كاس العالم للانديه بالزق، خدنا الدوري بالزق، بناخد دوري ابطال افريقيا بالزق، بناخد كاس مصر بالزق، بناخد سوبر افريقيا بالزق. انفانتينو بيتكلم عننا بالزق، بنقول نتكلم نقول كلمتين علينا. احنا بص بنحب الحرام. خلاص يا عم رجعوه بقى.